تستهدف شريحه كبيره. انا عايز اقول لك حاجه مهمه. يو اف سي في امريكا تبث على قناه البي بير فيو. ده تبث على القنوات العاديه المشفره. ده حقيقي. البي بير فيو، البي بي في اللي هي بتدفع مقابل المشاهده، يعني انت مشترك كمان بتدفع بقى زياده ومبلغ كبير، يعني الحدث مثلا ممكن يوصل ل $20 مثلا في الحدث للمشتركين. اللي يشوف جسمك كده يا محمد لا لا ما شاء الله عنده معلومات قويه جدا. وعلى النت برضه ما ينفعش ان انت حتى هنا في هنا في يعني المنطقه العربيه تيجي على محطه البي بير فيو اللي هي الشو تايم، تيجي على وحتى لو انت اشتركت على النت لازم بيكون ليك اشتراك على النت عشان تقدر تتفرج عليها. طب انتوا ليكم موقع على الفيسبوك او ويب سايت معين؟ احنا عملنا كل حاجه. طيب قولوا عشان الناس تبقى عارفين. عارفين. بص مبدئيا انت يعني ان شاء الله ادي الموقع بتاعنا كابتن خالد www.efcegypt.com. طيب احنا يا ريت لحد لو في الكنترول يخش لنا على الموقع ويجيب لنا صورته efcegypt.com والصفحه الرسميه بتاعت على الفيسبوك efc.egypt facebook.com/efc.egypt. طيب هو لو دخل على انا هعمل لكم شير عندي في البرنامج مبدئيا وعلى اليوتيوب برضه. انا هعمل شير للصفحه بتاعتكم، يعني هعمل شير للصفحه بتاعتكم عندي في صفحه البرنامج. اتمنى طبعا ده يجذب بعض الناس، تكون مساهمه كده مبدئيه مننا. يعني اللعبه دي مبدئيا هي اللي انا اعرفه ان هي بتدخل دخل جامد جدا للاتحاد اليو اف سي، بينظمها في بطوله في بدأ من زمان. يو اف سي بدأ احد اكبر الاتحادات اللي هي دلوقتي كام؟ 146 147 اللي جايه ديت. اللي جايه دي 147. عايز اقول لحضرتك 147 والتذاكر بتاعتها عاليه جدا جدا. انا بقول لحضرتك ساعات بيوصل من 15 ل 20 مليون. يعني هم استقطبوا كمان واحد زي بروك لازنر بيدفعوا له مبالغ لا مبالغ هايله. بالظبط. التذاكر بتخلص قبل البطوله باسبوع كده. طيب احنا عندنا في مصر هنا في الاتحادات اللي هي الالعاب الفرديه القتاليه زي الاتحاد المصري للملاكمه والاتحاد للكيك بوكس وفي اتحاد للمصارعه. ما فكرتوش يبقى في ما بينكم وما بينهم لينكات، ان يعني انتوا تبصوا مثلا تروحوا تبصوا على البطولات دي تشوفوا اللاعب اللي يصلح ان هو يكون معاكم في الام ام اي؟ اكيد هتلاقوا يعني مصر اكيد. لا اكيد بس احنا يعني انا هقول لحضرتك على حاجه. لاعبي البوكس اللي بيلعب بوكس دول ده بيبقى عايز يشارك في البوكس. لو هو عايز هو اللي بيجي في المنظمه بتاعتنا. احنا يعني بنحاول نعمل نشر جامد جدا للبطوله بتاعتنا قبليها بفتره. فهو بيتصل بينا احنا عايز نشارك في البطوله بتاعتكم كده. بس بنشوف اذا كان هو عنده خبره مش يعني طيب في الموضوع. انا هاخد حاجات كده من الفيسبوك خاصه، يعني بعض المتابعين بعتوا لكم. احمد جمال كالعاده طبعا بيسال هي الملاعب مكلفه والفرق بينها وبين المصارعه الحره وليها اتحاد في مصر، ولا انتوا مش اتحاد، انتوا منظمه تعتبر بمقام الاتحاد يعني. بالظبط. ملاعبها مكلفه مش كده؟ الملاعب اللي هي الاحترافيه اللي هي بالكيج دي مكلفه. طبعا مكلفه. والفرق بينها وبين المصارعه الحره لا ده هزليه بصراحه، يعني ده تمثيل، ده حقيقي ريل فايت يعني مش احمد جمال برضو بقى تقول هو اهلا بضيوفك، واول مره في عندنا لعيبه للام ام اي وارد تنتشر، واشهر لاعبيها بروك لازنر كنا بنتكلم عنه. واسال ضيفك هو لاعب بطولات عالميه، لعبت بطولات عالميه كيك بوكس مش كده؟ انا لعبت بطولات عالميه كيك بوكسنج وخدت دورات دوليه مواي تاي وجوجيتسو. عملت الميكس ده. نعم. هاني محمد الشريف بيسال انت بتقول حاجه على الباك جراوند، معنى الباك جراوند ان هو يسلم على اهله ويودعهم يعني قبل ما يروح يلعب؟ لا عنده خلفيه. عنده خلفيه يعني. لا عنده خلفيه باك جراوند، خلفيه في اللعبه يعني. مش هينفع لا مش باي باي باك جراوند. ما احنا قلنا هيلعبوا ماتش، لو عاش هيكمل، لو ما عاش يبقى خلاص. في اتحاد اسمه اي يو سي في مصر. اصل في احمد بيسالنا ايه الفرق بين الاي يو سي والاي اف سي، اعتقد ان هو اختلط ممكن قصده باليو اف سي مثلا. ممكن لا اليو اف سي دي حاجه طبعا حاجه كبيره. الاي يو سي لا هو بالاي. واحمد عادل بيسال انتوا مين اهلاوي ومين زملكاوي؟ ولا انتوا اهلاويه ولا زملكاويه؟ نعم انا بنحب الكوره المصريه وخلاص. بنحب الكوره المصريه، بنشجع منتخب مصر. محمد عادل زمالك يعني بنشجع منتخب مصر. لا بجد اهلاويه عادي يعني، بنشجع مصر. اثر عليكم يعني. انتوا اعتقد اهلاويه بينكم اخوات يبقى اكيد. يا ريت بس في ماتش عمرو امان كان كسب الولد البطل بتاع جنوب افريقيا. البطل ده يعني كان قوي جدا جدا، وكانت ليه هزه كبيره جدا. انا عايز اقول لحضرتك ان البطل ده عمرو امان
بعد ما كسب بطل جنوب افريقيا، هو بقى يمشي في الشارع بقت الناس كلها تتصور في جنوب افريقيا. جنوب افريقيا. هل عندنا مصارعين في مصر او ممارسين للعبه دي يقدروا يشاركوا في اليو اف سي؟ عندنا صراحه يعني مش هيتاهلوا لسه، لا لو راح دلوقتي ممكن يشارك في البطوله دي بقوة. لا بص هقول لحضرتك، لا يعني لازم تاهيل يعني انا هيتقال لي ماتش، هتعمل ماتش مثلا قبليها مثلا بشهرين او 3 لازم ااهله تاهيل ان يقدر يلعب الفايت اللي هو الفايت لا مدته. تاهيل تاهيل اللي هو تاهيل الماتش. لا تاهيل ده الموقع بتاعكم efcegypt.com. قصدي تاهيل ان هو يعني اكنك تبني حد جديد انك هتشارك في بطوله عالميه، يعني طبيعي ان انت لو داخل بطوله عالميه بتاهل. بالظبط. قصدي لا يعني هو ان هو جاهز فعليا ان يقدر يشارك فعلا. فاحنا عندنا كذا بطل، عندنا عمرو وهمان، عندنا محمود سلام، عندنا محمد مشالي، عندنا محمد عبد الكريم، يعني عندنا ابطال. طب بعتوا لهم مثلا اليو اف سي مثلا عندنا اللعيبه دول شوفوا الفيديوهات بتاعتهم او تعالوا اتفرجوا عليهم او نعمل لكم بطوله تيجوا اليو اف سي اقوى بكتير من ان هي تقعد تسيرش. بس ممكن تبعتوا لهم تقولوا لهم ولا هم ما بياخدوش بالكلام دوت، هم بيبصوا على اقوى لعيبه في العالم، بيبصوا على المنظمات اللي طب ما تبعتوا لهم فيديوهات يا جماعه بالريبيتيوشن ده الموقع بتاعكم. يعني مثلا عندك اوفريم لسه من حوالي 3 بطولات داخل صح؟ 3 خدوه من الكي 1 وخدوه من الدريم بتاعت اليابان، واخد 3 بطولات كي 1 دريم دول كلها بطولات كي 1 دريم سترايك فورس. هو دخل اليو اف سي لان هو طلع الافضل فهم خدوه. يعني هم اللي بيختاروا محدش. لا هو بيتباع يعني بيتعمل حاجه زي اسمها كومبيتيشن يعني. حاجه يا جماعه للمميزين عندنا بس حضرتك عندك الاف سي افريقيا ما يعني هي زيها زي اليو اف سي على فكره، هي الدرجه الثانيه بتاعت اليو اف سي يعني، بس مش هي نفس الكلام. دي اف سي افريقيا هنا في جنوب افريقيا دي في لاس فيجاس. واحنا موقعنا فيها ايه طيب؟ احنا دلوقتي وصلنا يعني الاف سي بسم الله ما شاء الله، يعني عمرو وهمان دلوقتي بقى مصنفين من 4 المصنفين. لو دخلت برضك على efcafrica.com برضو هتلاقي موجود عمرو وهمان. طبعا ليه ماتش قريب هناك كبيره، وان شاء الله يعني باذن الله في اي ايفنت يكون كبير ان شاء الله باذن الله يكون قناه ميد سبورتس متواجده معاكم. محمد عبد الحميد رئيس منظمه الفنون القتاليه الاي اف سي، بشكرك على وجودك معانا النهارده، وكانت فقره ظريفه يعني. انا بشكرك وبشكر قناه مولد سبورت بصراحه اللي ادتنا يعني اهتمام دوت وادتنا من وقتها، وبشكر كل العاملين في القناه. شكرا ليك خالد. عبد الحميد بشكرك برضه على وجودك معانا، ولو في اي بطولات لازم تخاطبونا ان شاء الله، وباذن الله يكون في تعاون بيننا. انت عايز تلعب شكلك عايز تلعب. انا ممكن العب. هيجربوك ماتش برضه يا محمد. لا ما خلاص وانت وحظك يعني. سعداء طبعا بوجودكم معانا، وليكوا وعد منا في مولد سبورتس ان هنكون موجودين معاكم في كل الاحداث وفي كل البطولات القويه، نحاول ان احنا نغطيها، ودورنا احنا هنا في مصر ودور مولد سبورتس ان هي تتابع كل الانشطه، ودورها كمان ان هي لو في حاجه زي كده تبرزها وترعاها، ونكون موجودين معاكم باذن الله. كل التوفيق باذن الله. انا بوعد كل مشاهدينا ان شاء الله يكون في ايفنت قوي جدا في الفتره القادمه باذن الله ان شاء الله. باذن الله وهناخده اكسكلوسيف ليك ان شاء الله. ان شاء الله. بشكرك يا مهاب، بشكرك برضه كمان على وجودك في الحلقه دي معايا النهارده. مشاهدينا الكرام بشكركم على وجودكم معانا، وان شاء الله ميعادنا غدا الساعه 12 ظهرا بتوقيت القاهره في حلقه جديده من استاد ميلودي مورنينج شو، وميعاد الاعاده الساعه 1:30 بعد منتصف الليل يوميا. شكرا والى اللقاء.